رسميا زيزو يوقع منذ قليل إلى النادي الأهلي، وإليكم التفاصيل. في خطوة مفاجئة أتم النادي الأهلي المصري التوقيع مع نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر أحمد سيد زيزو في صفقة أثارت دهش عشاق كرة القدم المصرية. اللاعب البالغ من العمر 29 عاما والذي يلعب في مركز الجناح وقع عقدا لمدة 2 مع الأهلي بقيمة 30 مليون جنيه في السنة الواحدة. ما أثار الجدل هو أن زيزو كان يتقاضى مبلغا أكبر في نادي الزمالك، إلا أنه رفض تجديد عقده مع الفريق الأبيض ما لم تتم زيادة راتبه. هذا القرار دفعه للانتقال إلى الغريم التقليدي وهو الأهلي المصري، في خطوة وصفت بأنها ضربة موجعة للزمالك الذي فقد واحدا من أبرز لاعبيه في السنوات الأخيرة. هذه ليست المرة الأولى التي ينجح فيها النادي الأهلي في استقطاب نجوم الزمالك، حيث سبق له التعاقد مع اللاعب المغربي أشرف بن شرقي وكذلك نجم خط الوسط إمام عاشور في السنة الماضية. ويبدو أن الأهلي مستمر في سياسته لجذب المواهب البارزة من غريمه التقليدي، مما يزيد من حدة المنافسة بين الناديين. رحيل زيزو يمثل ضربة قاسية للزمالك، خاصة وأنه يعتبر أحد أعمدة الفريق الذين ساهموا في تحقيق نجاحات كبيرة في السنوات الأخيرة، وفقدانه سيجعل إدارة الزمالك في ورطة. ومن المنتظر أن ينظم النادي الأهلي احتفالية خاصة لتقديم اللاعب رسميا للجماهير والإعلان النهائي عن الصفقة في الأيام القليلة المقبلة. ولا تزال ردود الأفعال متباينة بين جماهير الناديين، في حين عبر مشجع الأهلي عن سعادتهم بإتمام هذه الصفقة، يشعر مشجع الزمالك بخيبة أمل كبيرة لفقدان نجمهم الأول لصالح الغريم التقليدي.